كثير من نجار وقليل من السلام ما يولي درس نتاع مات ما شاء الله. لا لانه حسابات ويلزمها مدربين وديزكسبير ويعطيكم الصحه. انا بعيد شويه على الرياضيات في هذه الاونه. باش نقرا قراءه اخرى هي قراءه عامه لكن تستند على بعض المعطيات بالنسبه لموقعه استاد لوسيل ارجنتين كرواتيا. انا اعتقد أن الارجنتين عنده برشا ما يخسر غدوه في مباراه مدينه لوسيل، عنده برشا ما يخسر. فما تحدي تاريخي، تحدي فني. التحدي التاريخي بالنسبه للتانجو امام الكروات على تواضع ارقام الكروات نسبيا او تواضع النتائج في بعض المباريات، لانه يقال لدى المختصين انه نحي ماتش كندا 4 بونت وفوز، نحي كندا تجد الفريق مسجل هدفين في بقيه مبارياته في كاس العالم، منهم هدف في 116 ضد اليابان، معناها هكا ب10 الحاكم. دونك تواضع مردود وارقام موجوده حتى في قراءه عثمان كذا. لكن الواقع عكس هذا حسب رايي ولو نسبيا. شنو الواقع؟ تحدي تاريخي للارجنتين بعد ما كلاو 3-0 في روسيا، سجل مودريتش وراكيتيتش وقتها ريبيتش خرج من القائمه ومن المعتزلين الى اخره، وربحوهم 3-0. دونك تحدي تاريخي للارجنتين، سيت اون ريفانش شعريه ببسيطه العباره امام كرواتيا بعد ما خسروا 3 كما قلنا. هذه نقطه اولى. التحدي الفني كيف زاد معطى خط الوسط اللي حكي عليه الكباتن وتوقف عنده عثمان. أنا نكمل نسميله الاسم الثالث في خط الوسط لأنه واحد من أفضل خطوط الهجوم في الكرة العالمية في المونديال. قال مودريتش وحكي على بروزوفيتش الشهير، نزيدهم كوفاسيتش، نحكيو على أحسن خط وسط أو من الأفضل في العالم فنيا حتى أكثر من الأهداف. نحكيو تكنيك وجري ورونفرسمون دو جو وبرشا حاجات ما معروف مع انتر ريال تشيلسي. فوالا ريال تشيلسي وبروزوفيتش قصه كبيره، وانتر وقصه كبيره في انتر ميلانو. دونك السؤال ببلطه العريض المطروح امام التانجو تحدي لليونيل سكالوني الصمود في معركه منتصف الميدان امام هذا الثلاثي. ولا اعتقد وقت اللي نغزر للتشكيله نتاع الارجنتين واكثر اداء الارجنتين انه ماكاليستير انزو فرنانديز على اهميه انزو. قلت ان اكتشاف الشاب، لكن الشاب لوحده لا يصنع الربيع. دونك ماكاليستير فرنانديز ورودريغو دي بول، وماهوش دي بول نتاع كوبا امريكا اللي كسر الدنيا واعطى الباس لدي ماريا وتقريبا كان من ابرز عناصر كوبا امريكا للتانجو. دونك المعادله ذي نتاع سكالوني اللي خط الوسط ما وراش حاجه كبيره، ما اعتقدش انها سهله لايقاف بروزوفيتش مودريتش كوفاسيتش. النقطه الثالثه كرواتيا وتطويل المباريات ونسبة النجاح الخارقة للعادة في المباريات طويلة المدى، مباريات الإقصاء المباشر. 8 من آخر 9 مباريات لكرواتيا في بطولات العالم البطولات الدولية، 8 من أصل 9. تخيلوا جماعة الخير كرواتيا مشيت فيهم للإكسترا تايم بنسبة نجاح مرتفعة جدا. ما غير ما نرجعوا خرجوا البرازيل واليابان 22 وفي 18 خرجوا الدنمارك وروسيا والثالثة مع شكون. دونك في الكنوك اوت تفيز في المباريات هذه نتاع بخروج المغلوب، مباراة فرصة واحدة مع شكون خرجها في روسيا؟ نعم كرواتيا جوستومون خرجتها 3 بلاش. اي 3 بلاش حكيت لك عليها. هي مودريتش وراكيتيتش البوط اللي بركاه يعني 100%. هذاك علاش سميته تحدي تاريخي الاول، بعدين قلت لك تحدي فني خط الوسط. والنقطه الثالثه دونك تحدي هذا الصمود الكرواتي وهذا النفس الطويل عند المباريات التي تذهب الى ما بعد 90 دقيقه الى 120 مع سوابق ورديه. هذا هو طبعا 2018. نشكر الشباب لانه هذا يتفاعل فوري رائع جدا على مستوى الاعداد. هذاك هو مودريتش وقت اللي عطاوهم 3. عطيونا البوتو يهديكم حتى باللارج ما سالش. جميل جدا. الخلاصه بالسرعه لكي لا احتكر، اللي خرج البرازيل يخرج الارجنتين بالنسبه لي انا. هذه نقطه اولى. وكرواتيا اخرجت البرازيل. نتحدثوا عن فريق يبحث عن ثاني فاينل
على التوالي ما همش برشا، تو بعد يمكن نعطيهم معلومه، ما همش برشا المنتخبات اللي لعبوا دو فينال دو كوب دي موند ورا بعض. كرواتيا بصدد الاستعداد لهذا الانجاز، واعتقد انها ستمر على حساب الارجنتين.